أمها بؤس ودموع، ما كانتش بتسكت من العياط. جيت أنا وأبويا من العزبة اللي جنبنا علشان نحضر عزا عمي الله يرحمه. عمي ومراته دول ما كانش عندهم أولاد، طول عمرهم عايشين لبعض. فلما عمي مات وسابها الدنيا اسودت في وشها. أمي قعدت جنبها أول 3 أيام تهدي فيها وتطبطب عليها، ومرات عمي كل شوية يغمى عليها من كتر الحزن. عم الله يرحمه كان سايب ورث وأراضي ومصالح تجيب قرشين كده حلوين كل شهر. يعني من ناحية القرش مرات عمي كانت يعني مريشة ومش محتاجة مليم من حد، هي بس كانت محتاجة سند يسندها. كانت عدت 30 سنة وعايزة تكمل بقية حياتها على ذكر عمي. أنا بقى كنت أصغر العيال في البيت، وليا 6 اخوات أكبر مني. وجودي في البيت ما كانش فارق مع أي حد. كنت عيل عندي حوالي 15 سنة. أمي قالت لأبويا ساعتها ما ينفعش نسيب الحرمة لوحدها كده في الدار، كده هتتجنن. نسيب معاها الواد محمود أهو يونسها علشان ما تحسش إن البيت فاضي عليها وتفضل قاعدة تفكر في المرحوم ويجرى لها حاجة. مرات عمي وافقت وقالت يا ريت يا أخويا سيبوا محمود معايا. أبويا قال لها تمام، هقعده معاكي وهسجله في مدرسة هنا قريبة، ومصاريف وأكل وشرب عليا وأنا بعتلك كل شهر. مرات عمي زعقت لأبويا كده ساعتها وقالت له عيب عليك يا أخويا الكلام ده زي ابني بالظبط، وأنا هودي الفلوس دي كلها فين وأنا قاعدة كده بطولي. بس أبويا كان دماغه ناشفة ورافض. قعدت مع مرات عمي في بيتها وكانت مهتمة بيا اهتمام مش طبيعي. كل يوم تقولي ايه نفسك في ايه يا حود اعملهولك على العشاء، بتحب ايه علشان اطبخهولك. انا بصراحة ما كنتش متعود على الدلع ده كله. في بيت ابويا ما كانش حد بيعبرني ولا يفرق معاه باكل ايه ولا بحب ايه، علشان انا الصغير وابويا وامي خلاص شبعوا خلفة من اخواتي الكبار. كنت مجرد العيل بتاع ياض انزل هات العيش، ياض روح للفرن، ياض تشيل عيال اختك. فلما لقيت مرات عمي شايلاني كده من على الارض شيل ومهتمة بيا حسيت باحساس غريب قوي وعجبني الحوار الصراحة. بس بعد كده بدأت تحصل حوارات وتصرفات منها خلت القلق ياكل في قلبي. بيت مرات عمي كان واسع وكبير، فيه 4 أو 5 أوض كده. لما جيت انام في اوضه لوحدي لقيتها جايه تقول لي ايه يا محمود انا بخاف قوي وانا لوحدي كده، البيت كبير وانا بخاف لوحدي بالليل، تعالى نام في اوضتي. قلت لها امين يا مرات عمي. حطيت سريري جنب سريرها وكنت انام في 7 نوم. اصحى الصبح اطلع على المدرسه ارجع اعمل الواجب وانزل بقى السوق اقضيلها المصالح واساعدها في شغل البيت. في ليله من الليالي شفت منظر طاير عقلي. الليلة دي بالذات ما جاليش نوم، كنت اجازة وانا صاحي بقى متأخر. فضلت قافل عيني كده نص ساعة وبحاول انام ما كنتش عارف. فجأة لقيت مرات عمي قامت كده من السرير، شالت الطرحة والشال اللي هي كانت لابساه على رقبتها وحطيتهم على السرير ودخلت الحمام اللي جوه الأوضة. الحتة دي بقى غريبة لأن مرات عمي عمرها ما قلعت حجابها قدامي أبدا، شكلها افتكرتني نام ولا حاجة. خرجت من الحمام بعد شوية مبلولة من شعرها لرجليها كأنها لسه طالعة واخدة دش كده من الحمام، والكلام ده كان في عز التلج والشتا. هي طالعة عريانة من تحت الدش وعمالة بتترعش من كتر البرد. أنا استغربت، يعني لو عايزة تستحمى ما تستحمى بالنهار في الشمس كده، يعني تكون الدنيا دفى شوية. ايه اللي يخلي واحدة تستحمى في عز التلج كده ونصاص الليالي؟ دخلت تحت اللحاف وجري نامت. الصبح وانا طالع على المدرسة كده قلت لها ايه هو ايه الروقان ده يا مرات عمي، استحميتي بالليل ليه كده في عز التلج؟ ساعتها هي اتلخبطت ووشها جاب الوان وقالت لي مفيش يا ابني، حسيت بس بشوية خنقة كده وقلق. قلت لها بس المية الساقعة ممكن تجيب لك كده التهاب رئوي ولا حاجة. قالت لي ما تقلقش مش هيحصل حاجة. هو انت كنت صحي؟ قلت لها كنت سهران. لما رجعت من المدرسة بقى لقيتها قاعدة بتقور كوسة وعمالة بتقطع خضار كده وسرحانة في مية البطيخ. أبواب البيوت في عزبتنا بتبص على الشارع ومفتوحة طول النهار لحد بالليل.
مش بنقفلها غير وقت النوم وبس. دخلت قلت لها لو فضلت فاكرة كده عمي ودماغك شاردة كده هتتعبي، خدي بالك من نفسك. ابتسمت وقالت لي حاضر يا حودة، روح استحمى عبال ما احضرلك لقمة كده. لاحظت انها بقت ساكتة طول الوقت، عمالة بتسرح بالساعات، ولو حد خبط على الباب او اتكلم فجأة تنط من مكانها. في ليلة تانية كده فتحت عيني بالراحة، كانت الأوضة ضلمة بس النور القمر يعني كان داخل من الشباك. لقيت خيال مرات عمي قرب من سريري بشويش وبتتأكد اني نايم وغرقان في النوم. ولما اطمنت دخلت الحمام وقعدت جوه كده حوالي ساعتين كاملين، ساعتين في الحمام في عز البرد. محدش طبيعي بيستحمى ساعتين في التلج ده. خرجت وهي عمالة بتترعش وجريت على السرير. تاني يوم الصبح ما قامتش تعمل الفطار، دخلت علشان اصحيها لقيت جسمها نار، كانت سخنة جدا. قلت لها شفتي بقى من الحمى يا ست في نصاص الليالي، ساعتين جوه الحمام بتهببي ايه؟ فتحت عينيها كده بالعافية وقالت لي انت عرفت منين؟ قلت لها ما نمتش بالليل وشفتك. بتستحمي بالليل ليه كده؟ غمضت عينيها وقالت لي انا مش هقدر اقولك حاجة، انت لسه عيل صغير ومش هتفهم الكلام ده. جبت لها العلاج وقعدت اخدمها يومين وما رحتش فيهم المدرسة. قلت لها كده انا بعتبرك زي امي بالظبط وبتكلم علشان خايف عليكي. قالت لي وانا بعتبرك زي ابني اللي ما خلفتهوش، ولو كان عندي ولد كنت اتمنى يطلع جدع زيك كده. في اليوم التالت اتحسنت شوية ورحت انا المدرسة. لما رجعت لقيتها قاعدة عمالة بتعيط. قلت لها في ايه تاني يا مرات عمي، مالك؟ تنحت في وشي كده وقامت دخلت اوضتها وقفلت الباب بالمفتاح. انا قلقت خبطت. قالت لي سيبني بقى لوحدي يا محمود، اكلك في المطبخ ما نزهقنيش. من كتر القلق رحت بصيت عليها كده من الشباك اللي بيطل على الحوش. المنظر اللي انا شفته طاير عقلي. مرات عمي كانت على كل الهدوء. حطيت ايدي كده على عيني وجريت بعيد وقلبي كان هيقف. حسيت بقرف من نفسي اني بصيت عليها، بس المنظر الصراحة يعني ما يتنسيش ابدا. بس بعد ساعتين ونص كده فتحت الباب، خرجت وشعرها مبلول وعينيها ورمة كده من العياط. شافت الاكل زي ما هو. قالت لي ما اكلتش ليه يا محمود؟ ما كنتش قادرة احط عيني في عينيها ساعتها. جت قعدت جنبي كده وقالت لي مالك يا ابني؟ قلت لها هو انت مخبية ايه؟ الحوارات دي مش طبيعية، انت زعلانة من وجودي هنا؟ حطت ايدها على بقي كده وقالت لي عيب عليك يا محمود، انت ابني. كل الحكاية ان عمك وحشني بس قوي، والذكريات كلها بتجيلي بالليل كده فبنهار واقعد اعيط مع نفسي، هو ده كل الموضوع. وساعتها اكلتني بايديها وانا صدقتها وقلت يمكن يعني فعلا ده حزن على عمي. بس بعد كام يوم كده لقيتها شالت كل الصور بتاعت عمي المتعلقة في البيت وحطيتهم في صندوق في اوضة كده بتاعت الخزين، ما سابتش غير صورتها هي وبس. ما بيني وبين نفسي كده انا استغربت، بس هي قالت لي ايه؟ كل ما بشوف صور عمك قلبي بيوجعني، انا عايزة اعيش بقى واكمل حياتي. انا نفسيتي بتتدمر لما بشوف الصور دي ليل ونهار كده قدامي. قلت مع نفسي كده هو كلامها صح برضه. من بعد اليوم ده مرات عمي اتغيرت، بقت عمالة بتضحك بتغني وهي واقفة ووشها نور، وبقت مهتمية بنفسها زيادة عن اللزوم ورجعت فيها الروح كده. بس موضوع دش نص الليل ده موقفش. في ليلة صحيت كده على صوت صرخة خفيفة، قمت من السرير لقيتها مش موجودة والنور اللي في الحمام قايد. قربت من الحمام كده علشان اسمع فيه ايه بالظبط، وقعت ولا جرالها حاجة. لقيت نفسي جسمي اشعر من الاصوات اللي طالعة من جوه، همسات وكلام مش مفهوم، اصوات انين واهات خفيفة. البيت مفيهوش غيري انا وهي، بتتكلم مع مين وبتتقوه مع مين كده. جريت على السرير ولفيت نفسي بالبطانية. خرجت لفة الملاية والفوطة حوالين جسمها كده، بس وقفت قدام التسريحة كده عمالة بتسرح شعرها وتتنهد بقهات. من اللحظة دي الاحترام والحب اللي كان في قلبي ليها بدأ يتهز، وبدأت أشك فيها. شك طبعا يقطع العرق ويسيح دمه، والجواب جالي بعد أيام بالظبط.
في ليلة دخلت الحمام بعد ما خدت حاجة من درجها كده، اتسحبت وراها والصوت سكت فجأة. زقيت باب الحمام بشويش، الحمام فاضي، ملقيتش جوه حد. هي راحت فين دي؟ بصيت فوق كده لقيت الشباك الصغير بتاع المنور مفتوح، وفي سلم كده محطوط من الناحية التانية. سبت كل حاجة واستنيت برا البيت. بعد ساعتين بالظبط شفت مرات عمي جاية تتسحب كده من الحارة اللي ورانا. دخلت من الباب الخلفي، طلعت السلم ودخلت جوه الحمام. تاني يوم وهي برا فتحت الدرج بتاعها، لقيت تليفون نوكيا صغير قديم. في عزبتنا الستات ما كانش ليهم في التليفونات، وعمي كان راجل ناشف كده وكان مقفل عليها قوي. فتحت السجل لقيت رقم غريب متسجل فيه مكالمات بالساعات في نفس الليلة. لما اتسحبت وخرجت من المنور مشيت وراها خطوة بخطوة، لقيتها داخل البيت في آخر العزبة. الباب كان متوارب كده. أنا دخلت وراها، لقيت مرات عمي في حضني جدع شاب كده عنده يجي 25 ولا 26 سنة، واقفين حاضنين بعض كده وبيتكلموا كلام عشاق. الواد بيقول لها ايه، هتكلمي اهلك امتى؟ انا عايزة اجيب اهلي واتجوزك. مرات عمي بتقول له يا ابني، والفرق اللي ما بيني وما بينك ده، انت اعزب وانا ارملة، اهلك هيعملوا لي مشاكل، هو انتش ضمني تحبيني بعد الجواز؟ الواد حلف لها ساعتها انه بيعتبرها مراته خلاص، وانهم عايشين مع بعض زي المتجوزين. اول ما خرجت من البيت وقفت لها كده في الشارع ووشي احمر من الغضب. هي لما شافتني اتسمرت مكانها وطار عقلها ساعتها. رجعنا البيت وانا عمال بزعق بصوت واطي بس عشان ايه ما تتكسفش قدامي. قلت لها انت مش خايفة من ربنا ولا من روح عمي المرحوم؟ انا هتصل بابويا وامي دلوقتي وافضح الدنيا. عيطت ومسكت فيا وبست ايدي كده وقالت لي استر عليا يا محمود، الله يستر عليك، اعتبرني امك بجد، لو سكت انا هتنازلك عن كل اراضي عمك. عمك عمر ما هناني ولا اداني حب ولا اهتمام. الواد ده كان بيبصلي وعمك عايش ويقولي لو كنت فاضية يعني كنت اتجوزتك، ولما عمك مات اصر ان هو يتجوزني بجد. انا حبيته من قلبي لانه بيديني الحب اللي اتحرمت منه. انا عايزة اتجوز بالحلال وخايفة من كلام الناس. سكت وما حسيتش غير ان الموضوع يعني لازم يتحل بالمعروف. اتصلت بابويا وجيت تاني يوم. ابويا قاعد مع الشاب ولقى جدع وشاريها وعايز يتجوزها بجد، فساعتها قال بدل ما يقعوا في الحرام والفضايح نربطهم ببعض بالحلال. وبالفعل بعد ايام بالظبط اتجوزوا وراحت عاشت معاه في بيته، وكانت طايرة من الفرحة. انا كده خلاص ما بقاش ليا لازمة في العزبة دي ورجع بيتنا. وقبل ما امشي مرات عمي جابت لي عقود الاراضي والورق وقالت لي ايه، انت ابني اللي بجد وسند اللي سطر علي، نص املاكي دي كتبتها باسمك انت يا محمود. بعد ما العقود بقت في جيبي ومرات عمي خلاص راحت لبيت عريسها الجديد وهي طايرة من الفرح، انا قعدت بقى في البيت الكبير لوحدي. البيت كان فاضي وصوته بيرن في ودني، بس علي ما كانش ساكت. تاني يوم الصبح ابويا جالي العزبة علشان يروحني مع الدوار. قعدت معاه على الكنبة كده وقلت له يابا، مرات عمي كتبت لي نص الارض باسمي والورق اهو في ايدي. ابويا عينيه وسعت كده وما كانش مصدق، مسك الاوراق وقعد يقلب فيها ويقرا كده. قال لي يا ابني ده رزقك ورزق ابوك من بعد تعب، مرات عمك عملت الاصول وانت سطرت عليها، والستر مفيش اعظم منه عند ربنا. رجعت قريتنا وانا مش محمود العيل الصغير بتاع ياد هات العيش، لا، بقيت الباشا محمود صاحب الارض والملك. اخواتي الكبار اللي كانوا بيمشوني على كيفهم بيرموا عليا مثلا عيالهم اراعيهم بقوا يبصولي بنظرة تانية خالص، فيها احترام على شوية طمع كده وطيبة. وفجأة هبطت عليهم كده من السما. بس الحوار مخلصش على كده. بعد كام شهر بدأت الإشاعات تطلع بقى في العزبة عن مرات عمي. العزايزة أهل عمي الله يرحمه لما عرفوا إنها اتجوزت الشاب الصغير ده ودماغهم بقى شاطت. قالوا كيف حرمة عمنا تتجوز عيل أصغر منها وتطلع برا البيت وتدي بقى ورث المرحوم لواحد براني. القيل والقال بقى زاد والناس بقت تاكل في وش بعضها، وولاد عمي الكبار قرروا يتدخلوا يوقفوا الحوار ده كله بالقوة ويمسحوا بقى بكرامتها الأرض.
في ليلة جالي خبر ان ولاد عمي رايحين لبيت الشاب الجديد ده ومعاهم شوم علشان ياخدوا منها الارض بالغصب ويعلموا عليها. ابويا قال ملناش دعوة يا محمود، الحرمة اتجوزت وخرجت من ذمتنا. بس انا ما قدرتش اسكت، افتكرت اليوم اللي وقفت تعيط فيه وتبوس ايدي وتقولي انت ابني وسندي. ركبت مكانتي وطرت على العزبة، وصلت لقيت ولاد عمي واقفين تحت البيت وعمالين بيزعقوا والناس كلها ملمومة. نزلت وقفت في وسطهم كده وقلتلهم بصوت ايه يا رجالة، جرى ايه للرجولة في العيلة؟ الحرمة اتجوزت على سنة الله ورسوله، وأرض عمي الله يرحمه هي اتنزلتني عن نصها بحق ربنا وبرضاها، والنص التاني حقها الشرعي اللي ليه حق عندي يجي ياخده مني أنا. إنما الحريم خط أحمر. ولاد عمي لما لقوني واقف كده بقلبي جامد ومعايا ورق رسمي وكمان متسجل والناس بقى في الشارع شهدت إن الجواز حلال والستر واجب، انكمشوا كده وسحبوا ناعم لأنهم عارفين إن القانون والأصول معايا. خرجت مرات عمي من الشباك وهي عمالة بتعيط، بس المرة دي كانت بدموع فرحة. شافت ان العيل الصغير اللي سابوه معاها يونسها بقى هو الراجل الوحيد اللي وقف وصنع رضاها لما الكل طمع فيها. ومن يومها انا كبرت في نظر الكل، وارض عمي بقيت ازرعها وارعيها. ومرات عمي عاشت مرتاحة مع جوزها وجابت منه عيل سميته محمود على اسمي. وعرفت ان الجدعنة والستر عمرهم ما بيدوها هدر. ودي كانت قصة النهاردة معايا. اتمنى لو كملت معايا القصة للنهاية اسمع رأيك في التعليقات، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة.